الفيلم ده متسجل في ساعتين الا ربع، فيا ريت تقدر تعبي وتكمل الفيديو للاخر لاني بجد تعبت فيه. صلى على النبي واعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا على الفيلم. بتبدأ الحكاية مع واحدة اسمها جين ومعها الحاج والحاجة وطالعين فسحة في فرنسا، وجين لسه طالعة من قصة حب فاشلة، يعني لسه متخانة، فقالوا يطلعوها رحلة عشان ينسوها. لكن الحاج المحترم بيحكي لها لما مارس الحب مع الحاجة المحترمة، فبتشكره وبتسكته قبل ما يفضحهم في الطيارة كلها. وبنشوف اخينا سبنسر في فرنسا وده قاتل مأجور، يعني في مصر مخبر، وعندهم عميل سري مع الحكومة الامريكية. وبيروح سبنسر ياخد سيشن لتاجر السلاح اللي هيتقتل كمان شوية، وعشان سبنسر ده صايع بيروح الفندق عشان يغير هدومه. الصياعة جاية ما تستعجلش. والدنيا وصدفها بتجمع سبنسر وجين في نفس الفندق، وبعد ما بتحجز بتطلع اوضتها عشان تريح حبابة، ولكن وهي طالعة بتقابل سبنسر فمخها بيريح حبابة ومش بتروح اوضتها وبتتفسح معاه في الاسانسير. فين ابوها البت دي؟ وبيفضلوا ماشيين ورا بعض، فبتقول لنفسها ايه اجواء شهر 7 في اسكندرية دي، ولسه هترجع بالصوت بيسألها حضرتك بتبصيلي كده ليه؟ وبتكون حست انه ماشي وراها وهو جالع، فكانت هتصرخ باعلى صوت، فبيقول لها انه رايح يخطب، ولكن بينتهز الفرصة وبيتعرفوا على بعض، وبيعرض عليها يخرجوا مع بعض كمان شوية، وبتوافق وبتروح بسرعة عشان تشتري فستان جديد عشان تقابل اخينا. وفي نفس الوقت بيكون الراجل شجيان ومبلول، وبيطلع زي الحرام يلزق القنبلة في الطيارة، وعشان هو قاتل بيقتل واحد قبل ما يهرب. وبعد شوية بيتقابلوا وبيكون في بينهم نظرات اعجاب متبادلة، وبيعرفها انه شغال مستشار في شركة كلها مستشارين. واول ما جين بتشوف ابوها بتستخبى تحت الترابيزة على طول، فبينزل يسألها لو هربانة من حاجة ولا عليها طار، فبتقول له شايف الراجل الضخم اللي هناك ده؟ يبقى ابويا وشغال في المطار، استخبى انت كمان بدل ما يطيرنا وفضحتنا تسمع فرنسا كلها. وبعد ما بيمشي ابوها بيشوف سبنسر الطيارة اللي ركب فيها القنبلة، فبيطلب من الحلوة يتمشوا شوية، وساعتها بيدي الامر للقنبلة تنفجر وبتتم العملية بنجاح. وبعد كم من الصياعة واللف في انحاء المدينة بيرجعوا مع بعض الفندق، بس بيكونوا عملوا ترابط وفتحوا القطين على بعض. فين ابوها البت دي؟ فبيقول لها في حاجة هموت وعاملها من بدري، وبيشيلها اللزقة بتاعة الفستان، فبتزعل خالص عشان كانت ناوية ترجع الفستان عشان مش معاها تمنه، وابوها الطيار الضخم مش هتقدر تطلب منه فلوس لانه فجري وبتاع مشاكل. فبيقول لنفسه ايه شغل انا مش من هنا وفلوسي وقعت في المحطة ده، بس ما تقلقيش حصل خير. لكنها بتقول له لا انا مش زي البنات اللي في بالك، ايوه انا شربت كتير لكني مش متعودة على كده خالص. وبتطلب منه يفتح لها السوستة او يقطع الفستان، طبعا عشان هو اللي هيدفع ثمنه. وسبنسر بيسمع الكلام لانه مطيع ومحترم على الاخر، وساعتها بيرتاح لها وبيكون هيصرحها بحقيقته زي ما هي على طبيعتها، وبيقول لها انه قاتل محترف. ولما بيبص عليها بيلاقيها نامت، وبيكمل الحوار مع نفسه وبيقول لها انه عنده مبدأ بيقتل الاشرار بس، وانه رافض اللي بيعمله ده خالص. وتاني يوم بيطلعوا مع بعض وبيبدأ شغل الصياعة، وبعدها بيروحوا يتغدوا في مطعم، وهناك بيشوف رئيسه في الشغل وبيسيب له كتاب كبير وبيمشي، فبيقول لجين انه رايح الحمام وبيروح ياخد الكتاب، وساعتها بيلاقي فيه كارت وبيطلب منه يقابله في المكان ده كمان شوية. وفعلا بعد شوية بيروح سبنسر يقابل مديره وبيقول له انه عاوز يتوب ويكمل نص دينه، فبيتضايق منه مديره وبيقول له انت ماشي تتصرمح مع البنات وجاي تقول لي اتوب؟ يعني كل حاجة في حياتك غلط جت على الشغل مصدر رزقك عاوز تسيبه؟ لكن بيرفض يكمل وبيسيبه وبيمشي، فبيهددوا مديره وان مش بمزاجه يكمل ولا لا. وبعد شوية بيروح اخينا سبنسر يطلب ايه جين من الحاج ابو جين، وبيقول له انه ساب الشغل لكنه بيدور على حاجة مناسبة، وبيوافق الحاج ابو جين من غير ما يطلب 3 ولا 4 مليار زي ما بيعملوا الناس الوحشين. وبعد 3 سنين بنشوف اخينا سبنسر وجين، وبيكون كل واحد فيهم في شغله. وبعد ما جين بتخلص الاجتماع مديرها بيكلفها بمؤتمر لازم تسافر له، فبتسأله لو ينفع يبعت اي حد بدلها، لكنه مدير ملسلس وبيرفض. فبتطلع تكلم ابوها وبتحكي له على اللي حصل، فبيرفض وبينصحها تسافر لان ما ينفعش تلغي سفرية شغل عشان عيد ميلاد سبنسر. وهناك بنشوف اخينا وهو في شركته وبيدخل يتكلم مع الموظفين وبيهزر حبة مع هنري، ولما بيدخل المكتب بيلاقي طرد مغفلك، فبيفتح وبيلاقي مديره بتاع زمان عاوز يقابله، فبيتصل بيه وبيعرفه انه تاب وبقي جود بوي وبيشرب لبن قبل ما ينام، يعني شغلك ده ما يناسبناش. وبيقول له يا ريت تشوف حد غيري، لكن بيقول له مديره انا سايبك تعيش دور المحترم 3 سنين وان مش بمزاجك تمشي ولا لا، وبيطلب منه يقابله، ولو رفض حياته كلها هتبقى
عبارة عن فوضى. وفي نفس الوقت بيوصل ابو جين، فبيتخلع سبنسر وبيقفل في وش المدير، وبيكون حماه عامل له سربرايز وعزمه على العشاء بمناسبة عيد ميلاده، لكنه بيطلب منه حماه يروحوا على البيت عشان سبنسر يغير هدومه لان شكله يقرف الكلب الجربان. ولما بيروحوا بيكون حاطط ايده على السلاح عشان ممكن المدير يكون بعت له حد يقتله، لكنه بيتصدم بجين والصحبة الحلوة لانهم عاملين له سربرايز تاني وبيحتفلوا له بعيد ميلاده. فبيشكر المدام على السربرايز الزفت دي وبيطلع عشان يغير هدومه. واول ما بيدخل الاوضه بيتصل بالمدير لكن مش بيرد عليه، وبيكون خايف يبعت له قاتل ويخرب الدنيا قدام اهل مراته. وبعدها بيغير وبينزل عشان يكمل الاحتفال، وبيكونوا مبسوطين وزي الفل. وبعد ما العيد ميلاد ما بيخلص الكل بيمشي ما عدا صاحب سبنسر، وبيكون اسمه هنري وشغال مع سبنسر في الشركه. وتاني يوم بتتاسف له جين عشان هتسيب اخينا في عيد ميلاده وتسافر المؤتمر اللي المفروض تبع شغلها. وهي وفي العربيه بتتصل باهلها وبتطلب منهم يخرجوا مع سبنسر ويعاملوه كويس. وبعد ما بتقفل بتكون متردده تكمل السفريه ولا لا. وهناك بيكون سبنسر بيحضر الفطار لصاحبه هنري، فبيطلب منه هنري يجيب له لبن من التلاجة. وفجأة بيهجم على سبنسر وبيكون عاوز يخلص عليه، وبيفضل يضربوا في بعض وبيبهدلوا الدنيا. وفجأة بتدخل الهانم وبتكون عاوزة تعمل له سيربرايز، لكنهم بيكسروا الجزاز وبيعملوا لها هي السيربرايز. وبيقول لها سبنسر تروح تجيب له المسدس بتاعه بسرعة، ولما بتجيبه له بيقول لها تقتل هنري. وفعلا بتنشن على قلبه لكنه بيتصف رجله. وبعدها بيكتف الراجل في الكرسي، وبيشوف رسالة على تليفون هنري ان في حد استأجره عشان يخلص على سبنسر. فبيعاتبوا اخينا لانه افتكر انهم صحاب، وعشان خاطر هنري اضطر سبنسر يعمل حاجات كتير غصب عنه. وقبل ما يقتله بيعرفوا هنري ان في جايزة 20 مليون للي هيعرف يقتلك. فبتخاف جين وبتطلب من سبنسر يفهمها ايه اللي بيحصل، لكن الباب بيخبط وبتكون جارتهم. وبيعرفهم هنري انها اكيد عاوزة تخلص على سبنسر عشان ال20 مليون. فبيروح يقفل الباب وبيقول لها انهم لازم يهربوا، وبيكون لسه هيقتل هنري بتمنعه جين. وفجأة بيتضرب عليهم نار فبياخد مراته وبيهربوا من الجراج. وهم في العربية بتتخانق معاه جين وبتكون عاوزة تفهم ايه اللي بيحصل. وبيقول لها انه قبل ما يتجوزها كان شغال مع ناس وحشين، ولما قابلها حياته اتغيرت وقرر يسيب الشغل الوحش والناس الوحشين. وفجأة بيظهر وراهم هنري وبيكون معاه سلاح، وبيكون عاوز يخلص على سبنسر، لكنه بينزل جين وبيكمل المطاردة مع هنري. وساعتها مش بيشوف حاجة هنري من التراب، وفجأة بيخبط فيه سبنسر وبيموته. فبتطلع جين وبتطلب منه يفهمها مين اللي عاوز يقتله، وبيقول لها ان تم تجنيده في اولى جامعة بسبب انه ما عندوش حاجة يخاف عليها بعد ما الحج والحجة ماتوا. فبتخاف منه جين وبتسأله لو هيقتلها هي كمان. فبيعرفها انه بيحبها وانه لو عاوز يقتلها كان خلص عليها في البيت عادي. ولما بيركبوا العربية بتسأله جين قتل كام واحد، فبيقول لها 14 قبل هنري، لكنهم كانوا كلهم مجرمين واشرار. وبيعرفها من اول ما قابلها وهو حياته اتغيرت خالص. وبعدها بياخدها وبيروحوا الفندق اللي قاعد فيه المدير. ولما بيتسللوا للأوضة بتاعة المدير بيلاقوه مقتول. فبيعرفها سبنسر انه مقتول من الصبح، وعشان هو خبرة في عالم الجريمة بيعرف ان علامات الرصاص تدل ان اللي قتله قناص استهدفه من بعيد. فبيدور على الحاجة اللي تسببت في قتل المدير، وبيعرف انه كان مخبي كارت ميموري في الساعة، ولكن القناص اللي قتله اخذ الكارت وهرب. فبياخد جين وبيطلعوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. ولما بيطلعوا بتقول له جين انهم لازم يروحوا لابوها لانه كان طيار واكيد ليه علاقاته وهيعرف يحل المشكلة. فبيرفض سبنسر وبيقول لها عيب عليكي ما تصغرناش، انا عشت طول عمري في المهمات دي وهعرف اتصرف من غير ما اورط حد معايا. وهم بيتكلموا بترجع جين، فبياخدها وبيروحوا على السوبر ماركت عشان تشتري اختبار حمل. ولما بيطلعوا بيقول لها انه محتاج يسرق عربية لان عربيتهم خربت من المطاردة وضرب النار. فبتشجعوا على قراره لانها كده خربانة. وبعدها بيتصل بالفرقة الحكومية اللي كانوا مجندينه قبل كده، وبيقول لهم ان المدير كلمه امبارح وطلب منه مهمة. ولما سبنسر رفض هدده وبعت له حد عشان يقتله. ولما راح له سبنسر اتفاجئ ان المدير اتقتل، وممكن اللي قتله يكون عاوز يقتل سبنسر. فبيعرفوا ان المدير ما بقاش معاهم من فترة كبيرة وملهوش اي سلطة ولا اي علاقة بالمهمات. فبيفهم سبنسر ان في حاجة غلط، وبيلف بالعربية وبيكون رايح يفتش حاجات هنري عشان يدور على اي معلومات توصله للي استأجر هنري. فبيروح شركته وهي نفسها اللي شغال فيها هنري، وبيشوف على اللابتوب بتاعه معلومات وصور كتير لسبنسر وجين، وبيكون عدى سنتين على الصور دي. وبيشوفوا صورة وساعتها بيقول لها انه متأكد ان اللي صور الصورة دي يبقى ابو جين. فبتسأله ايه دخل ابويا في القصص بتاعتك دي؟ اوعى تكون فاكر ان ابويا ليه علاقة بالقتلة والمجرمين بتوعك، ده كان طيار. امال لو كان وزير يا بت كنت
عملت ايه؟ فبيخاف سبنسر الغلبان وبيقول لها ما اقصدش حاجه، دي مجرد ملاحظه، وبتتضايق منه وبتروح تعمل اختبار الحمل، وبيروح معاها سبنسر عشان يحميها، لكنها بتطلب منه يمشي لانها مش واخده راحتها، ولاجل ابوها الطيار بيشغل لها مزيكا عشان تضيع على الكلام، بس بتطلب منه يسيبها عشان تخلص، واكيد محدش هيهجم عليها من قعده الحمام، وفعلا بيسمع الكلام، واول ما بيطلع بيلاقي موظفه داخله الشركه، فبيروح يسالها ايه اللي جابها في الوقت ده، فبتعرفه ان في فاتوره فيها مشكله، فبيقول لها ما تشغليش بالك، روح انت دلوقتي ونحل الموضوع ده بكره، فبتقول له حاضر يا مدير، وبترفسه برجلها، وبتكسر المدير وشركه المدير، وبيكون مش قادر يستوعب سبنسر ايه اللي بيحصل، وبتنتهز فرصه انه سلاحه وجعه وبتفضل تضرب عليه نار، لكنه بيكسر الجزاز وبيستخبى بكل هدوء لحد ما بيجرب منها وبيعرف يخنقها، لكنها بتعرف تمسكه من دماغه وتقلبه على الارض، وهناك الهانم مش بتكون سامعه التخبيط والضرب اللي بره، ولما بتنده على سبنسر مش بيرد عليها، معلش يا روحي مشغول مع واحده اشقر منك، ما تعرفش انه بيتضرب بالجزمه بره، ورغم ان البت قاتله وبتعمل اكشن وحركات، بيديها واحده فينش جون سينا على المكتب، فبتجري عشان تاخد السلاح وتضربه، فبيجري عليها وبياخدها بالحضن عشان ما تعرفش تضربه، لكن بعد الشقلبه دي كلها بتخنقه بسلك المشترك، فبتاجي الهانم وبتقول لها عيب يا انسه، ما بنطلعش فوق الناس كده، اضربيه بس من بعيد، وبتحاول تقتلها لكن المسدس مش بيكون فيه رصاص، وهوب بيضرب سبنسر من المسدس اللي معاه، وبتاجي في الاباجوره وبيكون فيها سنون وبيخلصوا منها، فبتديله جين الاختبار وبتقول له انها هتبقى وبتكون زعلانه وبتسيبه وبتمشي، فبيطلع وراها وبيقول لها ان كل ده حصل غصب عنه، واكيد مش هيعرف يغير الحياه اللي كان عايشها قبل ما يحبوا بعض، فبتطلب منه يعرفها ازاي هيحميها ويعيشها في امان ومش هتسيبه، لكنه مش بيعرف يرد عليها، وبتقول له ان كل اللي بينهم انتهى وبتسيبه وبتمشي، فبيفضل ينادي عليها لكنها بتمشي وبيكون صعبان عليها خالص، وهي وماشيه بتشوف اوليفيا اللي شغاله في شركه سبنسر، وفي الوقت ده بيوصل طرد لسبنسر، وبيكون خايف المندوب يطلع قاتل هو كمان، فبيطلب منه يمضيله بالاستلام على الطرد، لكنه بيطلع المسدس وبيكون هيقتل سبنسر، فبيجري منه وبيستخبى ورا العربيه، ولكن بتاجي الموظفه اوليفيا وبتخبط ساعي البريد، وبتقول له شفت خلصتك منه، بس انا لا يمكن اسامح في ازاز عربيتي اللي اتكسر، وبتهجم على سبنسر عشان تقتله، لكن بتخبطها جين بالعربيه وبيخلصوا منها، وتقريبا مراته رجعت عشان تخلص عليه وتاخد ال20 مليون تأمن بيهم مستقبل الطفل، اصيله يا رحاب، وبيروح يسرقوا عربيه تاني، وبيقول لها انهم لازم يروحوا على البيت عشان ياخدوا الشنطه اللي فيها اسلحته وفلوسه وجوازات السفر، فبتسأل وانت محضر شنطه زي دي ليه؟ اكيد عشان كداب وكنت عارف ان ده هيحصل، فبيحاول يهديها عشان ما تجرفوش طول المعركه، وهم ماشيين العربيه بنزينها بيخلص، وبيكونوا قريبين من البيت فبيكملوا المشوار ماشي، ولكن بتهجم عليهم عربيه وبتضرب عليهم نار، فبيهرب هو وجين، وبيكونوا القتله جيرانهم مش حد غريب، هي البلد دي ما فيهاش حكومه ولا ايه؟ وبينطوا من على السور عشان يهربوا، لكن اللي بتسوق بتكون واحده ست، وعشان كده شاطره جدا في السواقه، وبتدمر بيوت الناس، ومش بيكفيها البيوت فبتدخل على العربيات، وساعتها بيهرب سبنسر والمدام، وبيلاقوا قدامهم الحفله المشتركه بتاعه الحي، وبيفضلوا ماشيين وهم خايفين من كل الناس، يمكن المهرج ولا سبونج بوب يطلعوا قتله مأجورين، ده يبقى مرار طافح، واخيرا بيوصلوا للبيت عشان ياخدوا الاسلحه والفلوس ويهربوا، وهو بيروح يجيب الشنطه وهي بتطلع الفلوس وجوازات السفر، وفي هذا الوقت المثير بيدخل فريق من القتله، وبيشوفوا جين ومش بيرضوا يقتلوها، اصحاب مبدأ هم عاوزين هدفهم بس، لكنها بتحس بحركه بره فبتنادي على سبنسر، وبتطلع تشوف ايه الاوضاع، وهوب الحاجه ام جين بتوصل، فبتخبي المسدس وبتسالها خير يا امايا في اي سربرايزات تاني ولا ايه، وبتكون كريستين صاحبتها بتهددها بقتل الحاجه وانها لازم تخلص على سبنسر قبل اي حد، واخينا بيحس بالغدر وبيجهز سلاحه وبيثبت مكانه، لكنهم بيضربوا نار في المكان اللي هو فيه، ولما بتسمع كريستين بضرب النار بتقول لها لو سبنسر حد قتله غيرها هتقتل جين وام جين، وبتطلب منها تسيب المسدس اللي معاها، وفوق بيدخلوا القتله للمكان اللي كان مستخبي فيه سبنسر، لكنه بينط على القاتل وبيقتله هو واللي معاه، وتحت بتقول لها كريستين انها استحملتها 3 سنين وخلاص على اخرها، وبتهددهم يسمعوا كلامها، وهوب بيدخل الحاج ابو جين وبينشن في اماكن الله لا يوفقك يا شيخ، وبيخلص من كريستين لكن بيهدد سبنسر بالسلاح، وبيقول لجين ان هو اللي قتل المدير لما راحوا له الاوضه وشافوه ميت، فبتتصدم جين وبتساله لو فعلا هو اللي عمل كده، فبيأكد على كلامه، وكمان هو اللي بعت له كل القتله المأجورين اللي في البلد.
البلد لانه ما بيثقش فيه، وبيطلع له الكارت الميموري اللي اتاخد من الساعه اللي اتقتل المدير وهو لابسها، وبيعرف انه مديره كان عاوز سبنسر يقتل ابو جين، والطياره اللي دمرها في فرنسا كان المفروض يكون ابو جين فيها، لكنه لما شافه في الفندق مرضيش يركب، وعشان كده المدير اتصل بسبنسر عشان يقابله ويكلفه بقتل ابو جين، لكن لما راح له سبنسر كان ابو جين خلص عليه بدري، وبيكون ابو جين قاتل زيه وزي سبنسر. فبتسأله جين ازاي المهمة كانت في فرنسا، وانت فهمتني ان من اول ما تقابلنا في فرنسا وانت سايب الشغل ده، فبيفهمها ان دي كانت اخر عملية وبعدين ما عملش اي حاجة تاني. فبينزل سلاحه سبنسر وبيعتذر لها، وبتقول لهم انها حامل وبتطلب من ابوها ينزل سلاحه، فبيفرح وبيقول لها يعني انا هيبقى لي حفيد. وبتقعد جين وبتطلب منهم من النهارده مفيش اي كذب تاني، ولا سرقة عربيات ولا اسلحة، ولا اشوف حد فيكم بيحاول يقتل التاني. وفجأة الباب بيخبط، فبيفتكروه قاتل تاني وبيرفعوا سلاحهم، فبتطلع جين بكل هدوء وبتكون دي جارتهم عاوزاها في موضوع، فبتضربها بلا موضوع بلا زف مع اخواتك يلا. وبعد فترة ابو جين بيقول له انت بتجلدني، فبيقول له سبنسر انت القدوة حتى بص الشنب، فبيقول له يا عم عيب ده شعر ايدك اطول من شنبك اللي انت فرحان بيه ده. وبنشوف المولود وبيكونوا فرحانين بيه والدنيا زي الفل، وساعتها بتطلب جين من الحاجة تخلي بالها على الطفل عشان معاهم سهرة وصياعة النهاردة. والفيلم ده يعلمك اوعى تروح البلد دي عشان ما فيهاش حكومة وكلها قتلة مأجورين، واوعى تثق في حد، لكن لازم تثق فيا لاني بحاول وبسعى ان انا اقدم لك احسن حاجة ممكنة. وبس بيخلص الفيلم والعيلة بسلام وامان. ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات وتعمل لايك وتشترك في القناة، ولو عاوزني استمر بالاداء ده يا ريت تعرفني في الكومنتات. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.